السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حبايبي رجالة، يوم جديد وحلقة جديدة. ومادام انا جيت لكم كده وقعدت القعدة ديت بمزاج قدام باب الداير، تعرف ان شاء الله الحلقة مهمة. بصوا يا رجالة، الزغاليل بحر طويل، نش الزغلول بحر طويل ملوش اخر، وكل يوم الزغاليل بتعلمك حاجة مختلفة وحاجة جديدة. واحنا من خلال تجربتنا في نش الزغلول مرينا بأغرب المواقف. النهاردة ان شاء الله رجالة ده حصل مع الزغاليل وبيحصل مع الزغاليل، واي حد بينش زغلول يقول لي اه والله يا وليد انت جيت على الجرح. ساعات تلاقي واحد صاحبك يكلمك يقول لك ايه، وليد ما جاش عندك 20 زغلول؟ وليد ما جاش عن ناحيتك كده 15 زغلول من البلد، من هنا من المنصورة؟ تلاقي مثلا يكلمك ويرن عليك هو من اخر البلد يقول لك وليد انا الزغاليل مشيت مني الصبح 15 زغلول و20 زغلول ما جوش ناحيتك. طب ما شفتهمش؟ لا والله ما شفتهمش. مشوا ازاي يا عم؟ يعني ضاع واحد ضاع اتنين؟ يقول لك لا الزغاليل والله طلعت كده استركبت في العالي، نجموا كده عالي جامد كده وخدوا بعضهم ومشوا. رجع واحد ولا رجع اتنين والباقي والله ما شفتهم تاني ولا رجعوا لحد دلوقتي. طب فات قد ايه؟ يقول لك فات يوم. ايه اللي بيحصل يا شباب؟ طبعا انا بكلمك بص، واحمد يلم الزغاليل جوه. احمد ايه؟ صباح الفل يا حاج احمد. برك ايه؟ ازيك وازاي مزاجك؟ احمد يا شباب بيلم الزغاليل جوه. زغاليل اللهم بارك كلها بل، يعني احنا بنسبه كبيره ما بننشش غير بل. تعالى كده اهوت يا بودة، تعالى يا بودة هنا اهو. ماشي طيب ماشي يا احمد. اقفل لك الباب، اقفل له الباب، اقفل له الباب كده بالدور كده، اقفل له الباب كده، اقفل له الباب. صباح الفل. يلا امسك كده. ايه اللي بيحصل يا عم وليد مع الزغاليل؟ وايه اللي بيخلي الزغاليل تضيع؟ وايه اللي بيخلي الزغاليل تمشي؟ وانا هعتبرها الحلقات اللي انا بعملها في المكان ده دايما كل اسبوع ولا كل 10 ايام هعمل لك حلقه ما حصل مع الزغاليل. وانا لازم افهمك ايه اللي بيدور مع الزغاليل وايه اللي بيحصل. يعني احنا بنطلع نتكلم في امور عامه كده، دشر الزغلول، ما تكرش الزغلول، واحده واحده على الزغلول، بالراحه على الزغلول، طلع الزغلول على الابهام. بنتكلم في حاجات عامه. طيب الحاجات بقى الفنيات بقى اللي مستخبيه عني وعنك وعن اي حد، ده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم بيها رجاله في الفيديوهات. والنهارده ان شاء الله هنتكلم في طريقه الزغاليل اللي تطلع كده تكور نفسها وتقوم ماشيه ما تجيش تاني. حصل يا وليد؟ اه حصل. انا لسه امبارح حد حبيبي واخويا من جنبنا هنا قال لي يا وليد 15 زغلول ما جوش ناحيتكم. قلت له لا ايه خير؟ قال لي 15 زغلول طلعوا استركبوا في العالي او كده، قوم واخدوهم بعضهم قوموا ماشيين. رجع حاجه منهم؟ قال لي رجع واحد. الكلام ده من امتى؟ من امبارح الساعه 7 الصبح. انا لسه ما كلمتوش النهارده على شوف حاجه رجعت تاني ولا ما رجعتش. ايه اللي بيحصل للزغاليل يا رجاله؟ وليه الزغاليل بتعمل كده؟ وانا دوري كسواق في الغيه انا المفروض اعمل ايه؟ ما هو انا ما ينفعش ان انا اسيب زغاليلي تاخد بعضها وتمشي بالطريقه ديت ونرجع نقول ده العيب مش في الزغاليل، ده العيب مش فيا انا، ده العيب في الزغاليل. لا 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 لا، انا السواق، انا اللي مسؤول عن الدركسيون بتاع العربيه، انا اللي مسؤول عن الدركسيون بتاع العربيه. طيب اللي بيحصل يا رجاله الاتي، شويه حاجات كده وشويه تعليمات اقول لك عليها علشان ما يحصلكش كده، عشان لو انت بتنش 10 زغاليل 12 زغلول 15 زغلول ما يحصلكش اللي حصل ده. الحلقه ديت يا رجاله مهمه جدا. شوفوا يا شباب، تعال. الزغلول ما بيشبعش. ما تخليك يا عم احمد كده معايا في الحلقه دي كده. دايما يا احمد ناس تكلمني وتقول لي الزغاليل مشيت مني ما جاتش. ده نسيبها سنه دي. بتحصل. لسه حاصله امبارح. بتحصل اصلا امبارح مع حد حبيبنا والله. طيب اول حاجه يا شباب علشان الحركه دي ما تحصلش، انا بمشيش الزغاليل من فوق دماغي غير لما تكون جاهزه. حط لي بقى تحت كلمه جاهزه دي 100 خط. ما بيتسقطوش، ما بيتفركشوش، ماسكين بعض ماسكه كويسه، بيروحوا وبيجوا فوق دماغي كويس جدا 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 جدا. وكلمه تسقيط دي انت زود عليها برضه سطر عشان لما الحمام ده يشوف حمام تاني ما يسقطش عليه. وبعدين يا عم احمد اللي الناس مش واخده بالها منه ان الزغلول ما بيشبعش. طبعا.
الزغلول ما بيشبعش، يعني ما ينفعش مثلا اجي مثلا دي كلفه اهيت ماشي، ما ينفعش اقول انا هاكل الزغلول كبشه ايد، قبضه ايد مقفوله، انا كده بضيعهم بكره، انا تاني يوم بضيعهم. مسكوا بعض على العرق كده وتمام التمام، كتفيهم شالهم، بدأوا يطلعوا يتكوروا كده تمام، هوب شمال يمين، هو ماخدين بعضهم قاموا ايه ماشيين. حل ايه يا عم وليد؟ يا باشا ما عيب منك، انت اللي غلطان يا عم احمد. طبعا اللي عمل كده هو اللي غلطان، هو شبعهم. مفيش زغلول يتحرك من فوق دماغك ويمشي غير لما يكون شبع 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 قوي. والزغلول يمشي لما يخاف. انت خضتهم، انت واحد شار عليك شرطين، واحد قال لك هات شوال ولا عفريت ولا فروة خروف، بيجوا برضه فروة خروف يا عم احمد. بيزهدلهم فروة خروف وخش ارميها في وشهم عشان بقى الزغاليل كده تتحرك من فوق دماغك كده، بقى انت يفضل لحد امتى لازم فوق دماغك. هوب يا عم اديت لهم الشوال في وشهم، هوب عندك قطه دخلتها عليهم في الداير تمام، الزغاليل طلعت مشعوفه شمال في يمين شمال في يمين مشت. ايه اللي بيحصل لها بقى؟ يعني هي ما بتجيش ليه؟ الحمام تاه يا شباب، الحمامتين تاهوا مش عارفين يرجعوا. انا بعت ابني الصغير مشوار تمام وهو مش عارف البيت، قلت له روح هات لي حاجات من على الشارع وهو مش عارف البيت. هيروح مش هيجي. ايوه ايه اللي هيحصل له؟ يعني سامع احمد بيقول لك هيروح مش هيجي، هيروح مش هيجي. طب انا عايز ابني الصغير ده بقى يعرف الطريق، انا لازم احفظه الطريق الاول، احفظه الطريق. تعالى يلا اقعد قدام البيت، لف لي لفه كده قدام البيت، مش عايزك تتنقل، مش عايزك تتحرك. انا عندي طرات الزغاليل اللي عندي دي فوق دي، انا بعد ما لمت انا فركشتها تاني. يعني طرات الزغاليل اللي عندي فوق دي بعد ما لمت فركشتها تاني، ما هي بدات تعمل كده خلاص. وانت حاسس ان هم لسه لبله اهبل، يقول لك ايه يتضربوا كتف واحد والمصحف كتف واحد يحططهم من حطه واحده، واحد يقوم حاططهم. بقول لك احنا في ناس هنا في المنصوره بيحططوا بالطرحه الكامله. يا عم احنا ساعات نسمع يقول لك فلان الفلاني ماسك 15. ايه يا عم بيربي حط بط، بيربي بط. يا باشا زغاليل، حمام اهبل، حمام مش فاهم حاجه يا عم. انا تعالوا لي بقى، لا تعالى لي تاني يا باشا، تعالى لي بقى تاني، قلل كلفتهم، فركشهم تاني، خلوهم كل فرد يروح في حته تاني تشويط. مش ترزيعتين كده، خلوهم يتفركشوا غير عن بعض، ما تخليهمش يلموا. اللم ده نصيبه سودا في الزغاليل. لما يكونوا بقى جامدين بقى وماسكين نفسهم بقى وجامدين بقى وبطهم شايلهم وماشيين بقى ماشي يعني يعتبر شبابات كمان. يعني انا بمشي الحمام ما بكونش شبابات، انا بمشي الزغاليل. يضحك عليه، يتضرب، تخسرهم كلهم. هم مفكين اثنينات وثلاثات ومش عايز امشيهم، يتضربوا، يروحوا كلهم يا احمد يتضربوا مهما كان جامد، مهما كان جامد. طيب احنا دلوقتي يا عم احمد اساس الحلقه عشان الزغاليل بقى ما تمشيش مني، انا راجل مش فاهم دلوقتي في المشي ومش عايز الزغاليل دي تمشي مني. اول نقطه اعملها ايه؟ اجوع؟ مش تجوع، الزغلول ما يشبعش مني. بص هو عيني في وسط عندما الزغلول جيز هيمشي. طيب لا، انا اللي بيمشي ده لسه ما جيش وانا مش عايزه يمشي يا عم احمد، بيضيعوا مني. اللي ما جيسي طيب انا بقى مش عايزهم اصلا يمشوا مني، مش عايز. همسكهم كلفه فوق دماغي، همسكهم كلفه لغايه ما انا بعيني كده اشوفهم خلاص هم جاهزين فوق دماغي. ما احطش في وسطهم دكوره ولا حمام كبير، ما هي دي نصيبه. ما هو انت بتغلط غلطات بتلبسك في الحيطه. انا بحط في وسطهم يا عم 3 4 دكوره بحجه ان انا عايزهم يحركوهم. ده نصيبه ثانيه دي. الدكوره بتروح بتاخدهم بتلبسهم وترجع. ما انا بكلمك كلام يا عم الحاج، احنا عشناه عصرناه. والزغاليل لازم تكون حافظه بعضها. طيب حافظه بعضها دي بايه؟ دي تكرار النش يوميا يوميا يوميا، افتح لهم يوميا، افتح لهم. ماشي، مسكنا كلفه، ما حطيتش في وسطهم شبابات، ما حطيتش في وسطهم دكوره كبيره عشان ما يلبسهمش ويجوا. حمام غريب، دكوره غريبه. ما حطيتش في وسطهم ما حطيتش في وسطهم دكوره غريبه. يقول لك ده انا احط في وسطهم فرد غريب عشان يمشوهم، عشان يحركوهم. يقوم واخدهم متوههم لي، مضيعهم لي، وهو جايب بعضه وجاي. يا ابني فين الحمام؟ يخرب بيتك، فين الحمام برضك لما تحط انا في مره حطيت في وسط حمام هنا، انا عندي طريحه وحطيت في وسطهم 2 زواجل برضه بياخدوهم يضيعوه. يد النعم يمشوا الساعه 8:30 الصبح لغايه الساعه 11 ما رجعليش. ولا طلعت لقيت احمد بيكلم الفردين الزواجل، طلع يقول له ده انا شلت الشواره عشان الناس ما تقولش عليا هنا اهبل واقف بينش الهوا. قمت
قمت شايل، قمت داخل وقمت قاعد هناك دون لغايه ما لقيت ببص على العرق لقيت الاثنين زواجل جم. بقول لهم يا ابني انت فين انت وهو يا ابني؟ فين الحمام؟ وديت الحمام فين؟ رجعوا وديت الشعب فين يا حسن؟ ماشي يا حازم. يا حازم ولا يا حسن؟ مفيش يا باشا، ربع ساعه ولا نص ساعه ولقيتهم جايين متقطعين. والله يا احمد، بص يا احمد، وفي اليوم ده اتضرب لي حته الشمندق. انا عايز اقول لك حاجه، في ناس يا احمد بتخسر بال 4000 ممكن وال يتمسكوا 5000 جنيه كلهم. في يوم واحد بسبب الزغاليل. يتمسكوا كلهم. والكلام اللي انا بقوله لك ده وفي ناس بتضيع منهم اكتر من 15 الطريقه كلها بتضيع، بتتنط وبتتوه منك. ربنا يسترها يا عم احمد، وان شاء الله من اسرار الزغاليل يا احمد الكتير قوي 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 قوي. انا كل اسبوع ليا حلقه، وليا حلقه تانية يا احمد مع الزغلولين اللي بيخووا بعض وبيمشوا. دي حلقه تانية لانها تستاهل، وهنعالجها ونقولها في حلقه تانية، لان احنا وصلنا للدقيقه 11. بيركبوا بعض ضمن وبيمشوا مع بعض ضمن، ممكن ياخدوا بعض ويمشوا. انا ضاع مني 2 بلق حمر، ضاع مني 2 مساوية، ضاع مني كذا 2 في بدايه نشينا هنا في الدايره يا شباب. ما الحمام لو انت عندك استعداد، الحمام بيعلم ما بيتعلمش يا عم احمد. انا لو جيت اقول لك انت اللي بتعلم الزغال، الحمام اللي بيعلمك كل الحمام دلوقتي انا لو بعيني كده وشايف 22 يسقفوا ورا بعض، اقول لهم تعالوا يا باشا انت وهو تعالى، بنعالجها والله يا شباب. كل واحد فينا يروح لحاله. حبيبي يا عم احمد، صباح الفل، ربنا يكرمك ويرزقك الخير، وان شاء الله يبقى حلقه تانية برضه لينا فيها مع الزغاليل حكايه. يلا بالدور عشان هنلم الكلفه. احنا ما كناش صباح الفل يا اخواتي، وربنا يكرمكم ويرزقكم الخير. مش عايز تطلع عشان ما تلمش الكلفه يا اخي؟ انا اقول لك ايه بس. كان معكم شباب في الوليد عبد الرحمن، الحاج احمد عبد الرحمن، ورب الحلقه تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه في الأول.